مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج صور ما اتصورتش. النهارده حلقه خاصه جدا. النهارده بستضيف قامه من قامات مصر العظيمه، بطل من ابطال حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر. النهارده انا بستضيف الشهيد الحي المقاتل عبد الجواد سويلم. استاذ عبد الجواد، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ عادل، وكل سنه طيبين يا فندم. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. النهارده كمان معانا في نفس الحلقه ضيفنا العقيد علاء علامه. اهلا بيك يا سياده العقيد. الحلقه بتاعت النهارده دي خاصه جدا، عرفتها بالصدفه. عرفت عن هذا البطل المهول. المعلومات اللي انتوا هتشوفوها وهتعرفوها دلوقتي من على الفيسبوك. كنت بتكلم انا والعقيد علاء علامه واتعرفنا وارتبطنا ببعض عن طريق الفيسبوك، وكلمني عن المقاتل الاستاذ عبد الجواد سويلم. وعبد الجواد سويلم مقاتل من طراز خاص جدا. اما ليه هو الشهيد الحي فده اللي هنعرفه منه بس في سياق الكلام ان شاء الله. الاول، املك كنت تبقى مقاتل في الجيش المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ده كان أملي وحلم حياتي من وانت صغير؟ وأنا عندي 10 سنين. بابا بيشتغل يا عم؟ والدي فلاح، يعني مهنته الفلاحة، احنا فلاحين أصلا. طبعا. أصلا شرقوة، لكن أنا مواليد إسماعيلية. تمام. فطبعا كان أمل حياتي إنني أبقى جندي في القوات المسلحة. كان وما زال وسيظل. أي. أمل حياتي إن أنا وأنا عندي 10 سنين. من وانت عندك 10 سنين وتسع سنين كمان مقرر انك انت تبقى جندي في القوات المسلحه. انا يعني في مشكله كانت بتواجهني في مصر يعني. تمام. مشكله بتواجهني ومشكله جامده جدا. كان نفسي اموت شهيد وانا عندي 10 سنين. ازاي ده يعني وانت طفل؟ نفسي اموت شهيد وانت بتلعب. بدل ما تجيب جون نفسك تبقى تجيب جون، يبقى نفسك تموت لا، شهيد. الجوان دي جابوها غيري، لكن انا خلقت للموت. خلقت للموت. خلقت للموت. ومن لا يهاب الموت لا يدركه الموت. طبعا انا ما خلقتش عشان العب، خلقت عشان اموت، خلقت عشان ادافع عن الوطن. فانا على 10 سنين كان امنيتي اموت شهيد. عشان شفت عندنا في الاسماعيليه وبالتحديد في ابو صوير، شفت الانجليز كانوا بريطانيا العظمى كانت محتله مصر. شفت الانجليز بينكلوا في الشعب المصري زي ما بيحصل في فلسطين دلوقتي وفي العراق. تمام. فشفت جيراني وشفت اهلي بينضربوا بالنار وبينسحلوا وبيتبهدلوا. فانا يعني كان نفسي اقتل الاول ثم اقتل. كنت عايز تنتقم اقتل الاول، اقتل ثم اقتل. تمام. عاوز ادافع عن الناس دي ثم اتقتل شهيد زيهم. لما كنت بتصرح الاهل بقى بانك انت نفسك تعمل ده ولا دي كانت امنيه جوه؟ ابويا كان يعني يعرف الكلام ده. رغم ان انا ولي اخ اكبر مني بسنتين. جينا على كوم بنات، يعني حوالي 7 8 بنات ما شاء الله. وما كان الغريب انه ما كانش خايف. بس كان بيوجهني وحذرني، يقول لي خلي بالك الرد بالرصاص، رد الانجليز عليك بالرصاص. اللي انت تعمله هم هيواجهوك بالرصاص. وانا نفسي اموت شهيد. كان عندي من كتر قراءتي عن الشهاده في القرآن الكريم تمنيت واستعديت واتمنى حتى هذه اللحظه ان اقتل شهيد في سبيل الوطن. طبعا الشهيد ده شهيد في الحرب، شهيد وهو يواجه العدو طبعا. يعني الشهاده دي انا عاوز سيادتك تعرفها. عدي القناه وخش سينا تشم ريحه المسك. ساعه ما تعدي القناه تشم ريحه المسك، دماء الشهداء. اكيد. شهاده ما بتلعبش، مش لعبه اصلا الشهاده. اكيد. لكن لما اقف اضرب في اسم شرطه هنا ممكن واحد يبقى شهيد او كده؟ لا هي الشهاده احنا يضرب في اسم مش شرطة. لقب يعطى يعني يولع في اسم شرطه ولا يحرق محكمه ولا يحرق ما اعرفش ايه تقول لي شهيد. يعني شهيد ده لسه اللي عمل كده حسابه لسه عند ربنا لسه كمان. ونعم بالله. انت بتخرب في ايه؟ طب انت تجاوزت بقى مرحله الطفوله ولقيت نفسك هتدخل الجيش. دخلت ايه بقى؟ عملت ايه بقى؟ امكانياتي النفسيه والمعنويه لن يحتويها الا الصعقه. استعدادي نجهز الموت. الصعقه مش هيحتويني. انت داخل قصد الصعقه؟ قصد الصعقه، ونفسي كنت اموت في الصعقه وانا لابس افرول مموه. يعني نفسي اقابل ربنا بلبس الميدان. فانا طبعا يعني الجيش كله على دماغي من فوق. طبعا. بس انا خلقت للصعقه ولن يحتويني غير الصعقه.
تمام. فدخلت الصعقه بواسطه زي ما بيقولوا، الواسطه بيقولوا عليها دي بواسطه. بواسطه. اللي الناس بتجيب واسطه عشان تهرب منها، انت جبت واسطه عشان تدخلها. انا كان ليا اخ غير شقيق مساعد تعليم منطقه تجنيد التالي الكبير اللي هي وحده الزقازيق. تمام. وكان بقى وعدني، يعني انا لما شفت الفدائيين بيقاتلوا في بورسعيد، الفدائيين بيدافعوا عن بورسعيد في حرب ال 56، بيدافعوا عنها الشعب البورسعيدي العظيم. انت مش كبير قوي يا عم عبد الجواد. انا عندي 67 سنه. بسم الله ما شاء أنا الله عندي 67 تبارك سنة. الله، بسم الله ما فانا شاء الله. ايام بورسعيد كان عندي سن 10 سنين. تمام. فطبعا انا في الاسماعيليه ودي بورسعيد شفت طبعا العدوان الثلاثي، واعجبت بالشعب العظيم بمدينه صغيره شبه جزيره. شفت الشعب العظيم بورسعيد بيلقن تلقين دولتين من الدول العظمى، بريطانيا وفرنسا، بيلقنوهم درس لن ينسوه ابد الدهر. ما شاء الله. فانا كنت غيران من شعب بورسعيد. اكيد، واحنا لحد عندي دلوقتي غيرة. على فكره بنغير من شعب بورسعيد. غيران في وطنيتهم العظيمه. ما شاء الله. ما شاء الله. فطبعا كان بقود المقاومه بعض رجال القوات المسلحه، واذكر منهم على سبيل المثال ابو الصعقه العظيم، ابو الصعقه العظيم وابويا انا شخصيا جلال محمود فهمي الهريدي، وكان نقيب. ما شاء الله. وادراعه اليمين كان الملازم اول ابراهيم الرفاعي، السيد الرفاعي. كانوا بقودوا المقاومه بورسعيد، ويلبسوا لبس الصيادين ويخشوا بالفلوكاء اللانشات الصغيره في بحيث المنزله من الغرب من غرب بورسعيد، يدخلوا السلاح ويدخلوا الذخيره ليهم ومدوهم بالفكر بتاع القتال، لان دول مدنيين عاوزين فكر عسكري. تمام. ازاي القتال يبقى ازاي، وعمليات الكر والفر تبقى ازاي، اللي هي حرب الشوارع يعني. اللي هي حرب الشوارع. اللي هي بالمصطلح سياده العقيد طبعا معانا، يعني يصلح لنا المصطلحات الحربيه يعني. حرب الشوارع هي دي علم من علوم العلوم العسكريه الهامه طبعا. العلوم العسكريه في حاله الحرب داخل المدن او المناطق فيها تجمعات سكانيه. ودي حاجه بتدرس بتدرس عشان بالذات للقوات الخاصه اللي هي الصاعقه والمظلات. ده يعني جنود الصاعقه بيبقوا دارسين حرب الشوارع في المقام الاول، اول حاجه يعني. يعرف حتى يميز بين يفرقوا عن الحرب النظاميه طبعا. الحرب النظاميه، وبعدين هو بيخش بيبقى في ناس من اهله وفي ناس مختلفين اللي هو العدو بتاعه، فيبقى عنده برضه حته التركيز والتمييز عشان يميز بين عدوه وبين صديقه، يعني ده عدو ولا حبيب بين يعني. اهل بلده يعني. تمام. اما عبد الجواد، فرجال الصاعقه هم رجال حرب العصابات. تمام. يعني بمعنى ان مجموعات صغيره، فردين 3 4 5 10 20، احنا مش بس ما بنجرش رجل الصاعقه زي ما بنسمع بقى بياكل تعابين ويحلب عقارب دي بقى كانت لا مؤاخذه الجاتوه اللي بنحل بيه. الجاتوه ممكن ناكل حمير وناكل كلاب وناكل كل حاجه. اي كائن حي بناكله ما عدا التراب. ما عدا التراب. مش قله اكل. بيجهزك عشان لو اتزنقت واضطريت فتبقى تعيش على الطبيعه. تمام. فانا تمنيت ان انا اكون واحد من رجاله ابو الصعقه العظيم. بقول بقى ايه، سياده الفريق جلال محمود فهمي الهريدي، تمنيت. كان وقتها نقيب. تمام. تمنيت اكون من رجالته. تمام. وحصل. فاخويا اللي بيخدم في الجيش المساعد علي ستين بركات، اخويا غير الشقيق، قلت له اموت واخش الصعقه. قال لي شوف حاجه غيرها. قلت له الصعقه. فالمهم وعدني. لما جيت اتفرزت وطلعت تحت طلب وطلبوني لللبس، رحت البس فين بقى؟ عشان تعرف بقى ان انا كنت فرز اول مش فرز تاني. تمام. فرز اول خدوني الحرس الجمهوري. حرس الجمهوري، حرس الرئاسه. طبعا. حرس عبد الناصر. طبعا. وما ادراك ما عبد الناصر. اكيد طبعا. فطبعا انا لما اتقال عليا حرس جمهوري جريت على المكتب اخويا، قلت له يا علي. قال لي ايه؟ قلت له ده ودوني حرس جمهوري. الله اكبر الله اكبر. ايه يا عم؟ قال هتشوف جمال عبد الناصر والملك فيصل والملك حسين وتشوف القاهره وتشوف الدنيا دي. قلت له انت وعد لي بالصعقه. اقسم بالله لما اديت الصعقه ما انا خد من الجيش خالص، مروح من نطط بالسلك ومروح من التالي الكبير على بوصوير. ههرب مش لازمني. انا اقول لسيادتك خلقت للصعقه ولن يحتويني غير الصعقه، ونفسي اموت في الصعقه واستشهد في الافران المموه. فخد من ايدي ودخل على الضابط اللي بيوزع الاسلحه، اسمه مكتب الالتقاء والتوزيع. كان معلق رائد، قال له سلام عليكم، اهلا يا علي، سلم عليه. قال له عاوز ايه يا علي؟ قال له اخويا في الحرس الجمهوري عايز نغير السلاح. قال لا الحرس الجمهوري تقيل عليه، هتحرس الرئيس مش هتقعد غفير. طبعا هتحرس الرئيس. فقال لا الحرس الجمهوري تقيل عليه، نشوف له بقى سلاح كده من الاسلحه المعاونه زي الخدمات الطبيه، زي الامداد والتومين، زي الاشاره، زي الخدمات الطبيه، حاجه زي كده. قال له يا فندم خدمات طبيه ايه ولا امداد من ايه؟
ده عاوز يخش الصعقه. فالراجل بص لي في ذهول، اتغاظ ذهول وسط يطفشوا من الصعقه. طبعا. فبص لي لا مؤاخذه من عند جزمتي اللي فوق كده، فلحقته قبل ما ينطق، لان لو اتكلم طبعا مش هيرجع في كلامه. طبعا. لو قال لا هيروح الحرس الجمهوري يبقى حرس جمهوري، انتهت. لو قال هندير الاخبار الطبيه نقول اخبار طبيه. وانا شارب عسكريه، مش متعلم عسكريه، شاربها. بالظبط. لو قال لا هيروح اخبار طبيه مش هيرجع في كلامه تاني. انا عارف القائد ده بيصدر امر حتى لو غلط ما بيرجعش فيه تاني. اكيد. ولذلك علمونا في الجيش نفذ الاوامر اللي كانت غلط. بالظبط. مبدا عسكري، لان خلاص الامر امر انتهى. قبل ما ينطق كده بص وبدحت، اول ما قبل ما ينطق بلسان يتكلم لحقته قبل ما ينطق، قبل ما يحسم الامر، قلت له ابوس جزمه سيادتك. قال له علي ده اللي بينفع هناك. لا والله العظيم ده هيبوس الجزمه قبل ما بينفع هناك. رحت الصعقه، حلم حياتي، كنت وما زلت ساظل الصعقه حلم حياتي. اكيد. حتى هذه اللحظه. أكيد. حلم حياتي. اكيد. ورحت الصعقه هناك اكتست بقى فتره التدريب الاولانيه طبعا والمرار بحب شديد. لا يعني لا لا عملتها بحب ولا تعذبت؟ لا بعشق. لا الحب، انا عملتها بعشق. والعشق اقوى من الحب. كنت لازم اطلع الاول في كل شيء. لو حط طلع الاول عليا الغيره الشريفه كنت اموت. طبعا. طلع الاول عليا ازاي؟ جابوهم كلهم بالامر، انا اللي جايب نفسي، ما يطلعش حد عليا الاول. فكنت يعني لفت الانظار ما شاء الله. يعني عديت بمرحله صعبه جدا، وطلعت جميع الاوائل في كل شيء. اول عملياتك كانت فين؟ بعد حرب 67. انت ابتديت من حرب الاستنزاف على طول. انا دخلت الصعقه قبل حرب 67، وكانت كتيبتي كانت موجوده في سينا في حته اسمها بيت تماده. تمام. ولما جالي الانسحاب جينا ماشيين 180 كيلو الى غرب ده في حرب 67. حضرت بقى هنا نزلت في المنطقه المركزيه هنا في الضفه بعد ما انسحبنا الشرقيه. لا في اسماعيليه، مش الضفه الغربيه. احنا في الضفه الغربيه. نزلت في الضفه الغربيه واستقريت، وبعدين ابتديت تطلع بقى. والله خدناها ماشي من اسماعيليه لبورسعيد تاني. احنا جينا ماشيين يا خبر ابيض. جينا ماشيين 180 كيلو من بير تماد الاسماعيليه. ثم مشينا من الاسماعيليه لبورسعيد عشان تروح وحدتك. لان بورسعيد كان يعني تعتبر شبه خاليه، ومدينه شبه جزيره، واحنا خايفين اللي يحصل لها بتاع 56 وتسقط تاني، فودوا رجال الصاعقه هناك عشان نحميها. بدات بقى انت حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف بقيت من الجنود اللي بيروحوا يحاربوا ورا خطوط العدو. هو طبعا حضرتك احتلوا سينا. تمام. سينا مساحتها كبيره جدا. تمثل مساحتها 6% من مساحه مصر. 61,000 كيلو مربع. قد مساحه فلسطين مرتين وتلت. اكيد. فطبعا يعني وسع عليهم سينا. اكيد طبعا. ومسكوا الطرق فيها والمحاور والمدن وحاجه زي كده. فكان الامر من الرئيس جمال عبد الناصر نشتغل عليهم بقى في حرب الاستنزاف. الجيش يعاد بناؤه تاني، يعاد بناء الجيش. الخسائر حصلنا في الطيران والمشاه والمدرعات، حصل يعني شويه خسائر كده، فيعاد بناء الجيش تحت قياده ابو القوات المسلحه المرحوم باذن الله سياده الفريق اول محمد فوزي ايمن فوزي، كان يعاد بناء ايوه بالظبط. والمرحوم البطل الشهيد عبد المنعم رياض. تمام. فطبعا على ما يجهزوا الجيش، مين اللي جاهز يشتغل؟ بتوع الصاعقه. بدانا على طول من اول يوليو 67 بعد الهزيمه ب 20 يوم، من اول معركه راس العش على طول اللي حدثت فجر 61. تمام. بدا بقى عليهم على طول، حتى ان هم كانوا رايحين يحتلوا بور فؤاد. فصيل الصاعقه موجوده 30 فرد، بالصد حوالي كتيبه مدرعه فيها اكثر من 30 دبابه مدرعه، بتصدها وتدمر معظمها. بتصدوها بايه؟ باسلحه خفيفه جدا اللي هي بالاربجيهات مدافع الاربجي والالغام والكده. الاسلحه الخفيفه دي. طبعا منعناهم يخشوا بور فؤاد، لتبقى بور فؤاد القادمه الوحيده الطهيره لمده 6 سنين و4 شهور 30 ساعه. لما جت حرب ما فيش رجل اتحطت فيها. احنا ضيعنا سينا وما خدوهاش. احنا ضيعناها، ما خدوهاش بفن قتال وطحن معارك، لا ما حصلش. احنا ضيعنا سينا. احنا ولذلك معركه راس العش سبناها ومشينا. احنا اللي سيبنا ومشينا. لكن هو دخل معاك في عراك عسكري شديد، ما حصلش عراك عسكري. بذلك شيء يعني احنا ما نقدرش نقول ان 67 انت شايفها مش هزيمه خالص يعني. انا شايفه اهمال. احنا اهملنا او تواكلنا بمعنى اصح. عشان كده ما قدروش ياخدوا بور فؤاد. فصيله 30 فرد بتصد كتيبه وتدمر نصها، وحاولوا تاني يوم 21 يوليو برضه، يوم 1 يوليو 67 الساعه 2 الظهر حاولوا يخشوا تاني ما عرفوش يخشوا مرتين. عرفوا يخشوا بور فؤاد. عرفوا ان في مقاومه عنيفه جدا. مقاومه عنيفه دي بقى يعني رجال الصاعقه الاخيار ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. فسعادتك في مجموع حرب الاستنزاف اللي هي بدأت 67 وانتهت
ليله 7 اغسطس سنه 70 وقف اطلاق النار. تمام. انا اشتركت في 18 عمليه عبور. 18 عمليه. 18 عمليه في 3 سنين. عملت فيهم ايه؟ بفضل اول عمليه كانت ايه؟ اول عمليه كنت شاركت في حرب راس العش. تمام. معركه راس العش. تمام. وشاركت فيها، دمرت فيها دبابه مدرعه لوحدك بمدفع لا، ار بي زمايلي جي. دمروا كتير. ايوه انت بمدفع ار بي جي انت شخصيا دمرت دبابه دمرت. مدرعه تمام. فيها، وزمايلي دمروا اكثر من 10 15 20 دبابه. تمام. اللي هم في ست الصاعقه الباقي اللي هم ايه اللي كانوا بيصدوا مع بعض. كل اللي موجودين بيشارك بمجهود غير عادي يعني. في مجموعه 18 عمليه في 3 سنين، وفقت بفضل الله سبحانه وتعالى. واذا كان هناك فضل ينسب بالمعلمين والقاده اللي دربوا والقاده اللي خططوا والقاده اللي قادوا. انت مش شغالش لوحدك، اكيد. انت عنصر من ضمن مجموعه، في تيم بيشتغل، أكيد. ليه قائد وليه كوتش قائد بيشتغل. اكيد. فطبعا في مجموعه 3 سنين وال18 عمليه بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت باذن الله سبحانه وتعالى في تدمير 16 دبابه 16 و11 مدرعه بسم الله ما و2 شاء الله. عربه جيب و2 بلدوزر بالجنود اللي جواهم طبعا كل دول ولا بيبقى امال يعني هم كانوا بيتفسحوا ما باللي جواهم. يعني ما بيسيبوهمش ويمشوا انت تدمرهم المفاجاه بالعساكر اللي فيه. المفاجاه نص النصر. فكنا بنفاجئهم قبل ما يهربوا من الدبابات والمدافع. بنفاجئهم عشان ما يشوفوا السلاح ويجروا. افراد احنا عاوزينهم هم داخلين عليهم افراد هم بس والأسلحة باسلحه كانت خفيفه جدا. احنا عاوزين الافراد والسلاح. تمام. مش السلاح ندمره ده يهرب مني، لا انا عاوز اخليه يتوجع زي ما وجعنا، اوجعه تمام اكيد زي ما وجعونا. اكيد. طب دي انت اتصبت في اخر حرب الاستنزاف. في اخر حرب في الاستنزاف. اخر حرب الاستنزاف ايه بقى؟ ايه الاصابه دي؟ كانت العمليه رقم 18. تمام. للاغاره على منطقه اداريه للعدو، يعني مواقع ذخيره شؤون اداريه بتاعت العدو. تبعد عن قناه بحوالي 35 كيلو. تمام. العدو في حرب الاستنزاف عرفنا في مصر هنا متفوق، والغرب بالكامل بيدعمه، والغرب بالكامل تمام. تمام. بيدعمه. تمام. واحنا احنا يدعمنا الله سبحانه وتعالى، ونعم دعمنا وقوتنا على الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله. والشعب مصر العظيم وقف ورانا ورا الجيش بتاعه. اكيد. فكان هو متفوق شويه في الحرب دي شويه، وخصوصا في اولها. ضرب بالطيران في المدن والعربده. واضرب لك مثال على هذا الكلام، يوم ما ضربوا مدرسه بحر البقر في الشرقيه. ايوه. وشوش 30 طفل. ايوه. لما ضربوا في مصنع الحديد في ابو زعبل. تمام. وشوش الدوريتين ورديتين. تمام. 180 معامل. بالظبط. فالقياده اصدرت اوامرها بتدمير المخازن الرئيسيه. المخازن الرئيسيه في سيناء. تدميرها مخازن عشان اهدوا شويه. المعدات والذخيره مخازن اسلحه وذخيره ومعدات. تكلف بمئات الملايين أكيد. من الدولارات. كنتوا كام واحد؟ بفضل الله كنا 18. 18 فرد فقط بقياده الملازم اول عيد زكي ابراهيم. عيد زكي ابراهيم هو لا متقاعد دلوقتي. تمام. وده بيعتبر اخويا ونور عينيا وحبيبي. اكيد. لان قصته عظيمه معايا في الاصابه. أكيد. فطبعا عدينا، طبعا كل واحد شايل على ظهره بتاع 60 70 كيلو على ظهره في الشده من مواد مفجره من التي والفتائل والسلاح والذخيره والتعيين الاكل والبلطه شايل سكه ثانيه فوق من 70 80 كيلو شايلهم على ظهرك. هسألك سؤال يا عم عبد الجواد معلش، يعني انت كلامك بجد جسمي مقشعر وانا بسمعه. اتفضل يا فندم. كنتوا بتدوروا مين مسلم ومين مسيحي في نعم بتقول ايه؟ سمعني كده بتقول ايه؟ خلاص انا اسف تاني انا اسف بتقول في السؤال. عندنا في الجيش حاجه اسمها كما كنت. السؤال ده كما كنت ما تطلعوش تاني. ما كناش نعرف من اللي جنبك ده مش من المسيحيين، ما نعرفش الا في الايام دي بس عرفنا ان مصر فيها مسيحيين. بدليل ما كناش نعرف ان فيها مسيحيين ان قائد الفرقه 18 سياده العميد المرحوم باذن الله فؤاد العزغالي كان بقود فرقه، والفرقه دي عددها قد ايه؟ 25,000 مقاتل. ما شاء الله ما شاء الله. ما قلناش مسيحي ليه؟ ما شاء الله. ساعتها ما قلناش فؤاد العزغالي مسيحي ليه؟ قال سيبوا لي اصلا حته في خط بارليف اللي هي كان قصاد في الانطره شرق. الراجل عدى بقواته ودمر واحتل وطهر الانطره. اشد اجناد الارض. لا اله الا الله. ونعم بالله. وما قلناش ليه عن استنى يا عم عبد الجواد، استنى يا عم عبد الجواد، انت الكلام معاك الكلام معاك يعني ممتع لدرجه غير عاديه. انا عايز استاذنك نخرج لفاصل. اتفضل يا فندم. ونرجع تاني اتفضل مع الشهيد الحي عبد الجواد سويلم.
مساء الخير لكل مشاهدينا وصفحة جديدة من صفحات مصر. مجلس الشعب هيبقى اسمه مجلس النواب. رئيس الدولة ليس من السهل محاسبته. نتكلم مع الحكومة شوية ونوجه لها رسالة. جماعة الإخوان لا تدرك معنى المعارضة. كيف تقرأ المشهد؟ دي غضبة من الشعوب الإسلامية ولهم الحق في ذلك. الوطن الآن في مرحلة لا ينبغي أن يكون فيها أحد فوق القانون. هل هناك أي أهداف سياسية أخرى وراء هذه الدعاوى في هذا التوقيت بالتحديد؟ ما فيش لا طرف ثالث ولا له خف، ده احنا مننا فينا اهو. نحترم أي وجهات نظر حتى وإن اختلفنا معها. خلينا نشوف اللي جاي عامل إزاي. وإلى الآن لا الشارع المصري ولا الإعلام ولا حد فاهم هو مين اللي غلطان. صفحة جديدة على نايل لايف في الأوقات التالية. رجعنا بعد الفاصل وضيوفنا البطل الشهيد الحي عم عبد الجواد سويلم والعقيد علاء علامة، وبنرحب بيهم وبنكمل مع العقيد علاء علامة ونقول له يعني ايه يوم الشهيد؟ ليه سمينا يوم الشهيد؟ يوم الشهيد ده هو يوم استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 69، وهو في وسط قواته بتفقد رجاله في الضفه الغربيه للقناه. وشرفت ان انا الموقع الاسرائيلي اللي ضرب سياده الفريق عبد المنعم رياض الشهيد، شرفت ان انا توليت قياده الموقع ده، لان بعديها مصر صممت ان هي ترجع الموقع ده تاني. تمام. ومعلومه ان اول علم مصري اترفع ما اترفعش في 73، ده اترفع في شرق القناه بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض ب 20 يوم، لما سنه 69 لما احتل هذا المكان اللي اتضرب منه الشهيد عبد المنعم رياض على الضفه الثانيه. على الضفه الثانيه راح مجموعه من الصاعقه، المجموعه 39 صاعقه، واحتلت المنطقه اللي ضربوا منها الفريق عبد المنعم رياض. ودي كانت اول علم يترفع بعد 20 يوم، اللي هو يعتبر يوم 29 مارس 69، واحتلوها وقعدوا فيها. قعدوا قد ايه؟ عم عبد الجواد يقول لنا كام يوم؟ قعدوا 48 ساعه. 48 ساعه. 48 ساعه. انسحبوا بقياده البطل العظيم الرفاعي. طبعا القوات الثانيه بتحاربهم، القوات الاسرائيليه بتضربهم يعني. دمر بالكامل، هجمت عليهم مجموعه 39 ودمروا الموقع باللي فيه بالكامل، يعني قتلوا 41 جندي اسرائيلي وظابط. تمام. وجابوا منهم اسرى ورفعوا العلم وقعدوا. مش راضيين يجوا من هناك. جم من هناك بالامر. تمام. هات يا ابراهيم يا رفاعي رجالك بالامر. ما جوش بالامر. يعني ما كانوش عايزين يتخلوا عن الموقع بعد ما دمروا كل القوات اللي فيه. البطل الشهيد ابراهيم رفاعي جاب رجالته جاب بالامر. الموضوع ده كان بعد اصابتك؟ لا ده لسه قبل اصابتي. قبل الاصابه. ده 9 مارس 69. يوم اصابتك بقى عايزك تحكي لي يوم ما اتصبت، واتصبت ازاي وفين وليه؟ احنا كنا بنعمل عمليه تدبير المنطقه شو العدو اللي هي مخازن الذخيره والاسلحه دي. طبعا المنطقه دي ضربت بكافه الاسلحه الثقيله عندنا، بالطيران الثقيل، قذافات القنابل، ضربناها بالصواريخ، ما عملش في حاجه لانها اعماق صحيحه تحت الارض. ده لازم حد ينزل ويحط لهم القياده مدخره الاقوى الاسلحه، وهي الفرد المقاتل العظيم. الجندي هو اقوى من السلاح. طبعا. توجهنا بفضل الله سبحانه وتعالى الى هناك، ودي قصه طويله جدا، كل واحد شايل حوالي 70 80 كيلو، ومشينا المسافه 35 كيلو ووصلنا هناك في الميعاد المحدد. وصلنا هناك متقسمين 3 مجاميع، كل مجموعه 6 افراد. المجموعه الاولى هجمت على ملجا الافراد، خلصت عليه تمام. والمجموعه كانوا كام واحد تقريبا؟ كانوا 16 امناء بيسموهم امناء المخازن. دول ما بين عسكريين ومدنيين وكده ولا كلهم عسكريين؟ عسكريين كلهم. عسكريين كلهم. امناء المخازن بتاعت الاسلحه. تمام. فطبعا المجموعه الثانيه والثالثه توجهت الى المخازن ال11. اتلغموا طبعا. نعم يا فندم. اتلغموا. تم تحطت العبوات الناسفه فيهم، وربط العبوات كلها ال11 في حاجه اسمها دار اساسيه، وتفجيرها كلها بعود كبريت واحد. في ثانيه واحده. بعود كبريت واحد. عود كبريت انتوا عملتوها كمان بشكل مش لاسلكي زي دلوقتي؟ لا ولا كنا بنحارب بالطوب ايامها زمان، وبننتصر باذن الله. المهم الاراده. المهم العزيمه. يعني انتوا عملتوها بديناميت بقى، صوابع ديناميت وعبوات ناسفه وفتايل وبتولعوا بكبريت وتستنى لحد بيحارب بالشوكه والسكينه. احنا كنا بنحارب بالنابوت وبننتصر باذن الله.
ونعم بالله. لان ارضنا محتله ولازم نحررها. لازم نحررها. لازم نحررها. العالم يقول مصر مفيش فيها رجاله ولا ايه؟ نبقى معيره. طب عم عبد الجواد، لو قلت لك دلوقتي انك انت واحد من الناس اللي شاركوا في نكسه 67. نعم كنت موجود. نعم. تقول لي ايه؟ اقول لك ان احنا اللي خسرنا الحرب، مش هم ما تظهروش علينا. احنا اللي انهزمنا. لان احنا كان في تواكل وكان في اهمال وكان في غرور. ودول بيهلكوا ثلاث آفات طبعا يضيعوا اي حد. طبعا. ودول كانوا السبب في هزيمتنا. مش عن ضعف ومش عن قله سلاح ومش عن اي حاجه ثانيه. عندنا جيش زي دلوقتي ومش عاوز اقول احسن كمان. وقاده زي دلوقتي ومش عاوز احسن كمان. قاده تمام، بس غرور اللي ضيعنا. وبعد التواكل. وبعد الاهمال. لان احنا ما خدناش الموضوع بجد. وانا شفت الحرب جاي ماشي 180 كيلو من بير سماده. انت شفت طبعا. شفت كل حاجه. مشاكل كبيره. احنا اللي ضيعنا سينا ما خدوهاش. للمره باكد للمره الثانيه بطحن معارك ما خدوهاش. احنا ضيعنا سينا بدليل معركه راس العش. احنا انسحبنا وهم تقدموا يعني، بس كده. مش اكتر. امر كان بالانسحاب. واحد تقدم وراك يبقى انتصر عليك ازاي؟ تمام. ما تنتصروش علينا. تمام. احنا ضيعنا سينا. تمام. وانا متاكد اني كنت موجود. نرجع اليوم اللي انت اتصبت فيه. بعد ما خلصنا العمليه وتم التفجير وتممنا واحنا راجعين، تممنا على 11 هدف انفجروا. مخازن الذخيره والاسلحه والتعيينات اتفجرت، لان المخازن دي بتمد خط بارليف. تمام. الامداد. مشينا ودخلنا قربنا على القناه، فاضل يجي حوالي 10 11 كيلو من القناه. تمام. النهار طلع علينا بقى الساعه 6:30 صباحا، يقول لنا 4 طيارات. رد الفعل بتاع تفجير اجى 4 طيارات. تمام. ده جم الصبح، ما جوش بعد التفكير مباشره. ما هو احنا بعدها بحوالي يجي ساعه ونص قلنا. احنا فجرنا في الفجر واحنا راجعين، النهار طلع علينا الصبح الساعه 6. تمام. يقول 4 طيارات. فانا كنت متاخر ورا زمايلي كده بحوالي يجي نص كيلو، حوالي 500 متر كده. ما كنتش قادر تجري يعني؟ لا انا مش بجري، انا ماشي وياهم، بس كنت بأدي عمل معين او عمل ما مش هقوله بيعتبر اصلا القوات المسلحه، ما بيتقالش طبعا في اي مكان. تمام. ومن جاي متاخر، فاصطادني طيار من الطيارين الاربعه ودخلنا في معركه. ده كان طياره هليكوبتر ولا طياره مقاتله يعني؟ 2 ميراج و2 سكاي هوك. تمام. انت بتعرف، عينيك مدربه تعرف؟ لا طبعا، واعرفها لو انا نايم هعرف نوعها وانا نايم. تمام. لو انا في الملجأ الارض هعرف نوعها ايه، وواحده ولا اثنين ماشيين مع بعض وانا مغمض عيني وانا نايم. تمام. عرفونا كده وعلمونا قادتنا تمام. قادتنا للضباط العظام. تمام. طبعا استنى الطيار من الطيارات دول اللي هم المقاتلين دول، ودخلنا في معركه غير متكافئه بالمره. هو طبعا. راكب السما، طياره فيها صواريخ وفيها مدافع وفيها قنابل، وانا معايا البنيه الالي الدفاع الشخصي عن النفس، ونزل فيها حصد بالرشاط، فاجري منه يمين واجري منه شمال واهرب يمين واهرب شمال. طبعا لو وقفت هبقى هدف ثابت. طبعا هيصطادني على طول، فبحاول واناور عشان ما يصطادنيش، زي ما بنشوف في افلام السينما كده بالظبط يعني. كده بس ديك قتال حقيقي مش طبعًا. سينما، لا مؤاخذه معلش. طبعا. فطبعا اجري يمين واضرب شمال، وفي نفس الوقت انا بضرب عليه بالآلي اللي معايا. يعني مش هتعمل حاجه فيه، بس ببعت له رساله ان انا مش خايف منك. وفي نفس الوقت السلاح لما بتضرب يرفع روح المعنويه. بجري يمين وشمال وهو يضرب فيها بالرشاط، يطلع وينزل عليا ويضرب كده. طبعا ما تبصيش دلوقتي انا عندي 67 سنه، بص هو انا عارف. طبعا انا عارف انا عايز برضو وانت بتتكلم كده اجيب لك صوره وانت شاب يعني. اتفضل انت كمل كلامك. نعم. وانا هجيب الصوره. فالمهم سعادتك طبعا لا ده مش عندي هنا. يضرب فيا واضرب فيه. ده كانت على الانترنت للاسف. يضرب فيا واضرب فيه، نضرب في بعض انا وهو. صاحب الحق اقول له ان كنت راجل انزل لي. انت بقلبك ولا بلسانك؟ بقلبي. انزل لي. ما هو مش سامعك. ما هو مش سامعك. لا هو شايفني بالاشاره. انزل لي، شايفني بالاشاره. وينزل لي على الارض ده اوري له القتال ازاي، يبقى القتال ازاي. مش ممكن هينزل لك. محتاج هو في القلاع والحصون زي ما قال القرآن طبعا في القلاع والحصون والقلع والحصانه. طبعا. فطبعا فهم الاشاره، راح ضربني بصاروخ. ضربني بصاروخ لاني قرفته وما عرفش يصطادني خالص. تدريبه عالي، تدريبي مش اقل منه. راح ضربني بصاروخ ليمنحني لفرد. ضربني بصاروخ. ضرب فرد. انا سعيد انه ضربني بصاروخ. مقاتل بصاروخ. سعيد. انا قيمتي صاروخ مش قيمتي طلقه. انا قيمتي كده. ونفع معاك الصاروخ؟ انا ما نفعش. انا يعني سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني كان كريم معايا. طبعا. ان لما ضربني لكل اجل كتاب. ضربني بصاروخ. فطبعا ليمنحني المولى سبحانه وتعالى في التو اللحظه. تمام.
في اعز مكان ميدان القتال وفي سينا يمنحني 5 أوسمة وناشين. 5 أوسمة. طبعا. طبعا دي مهداه من المولى سبحانه وتعالى. ونعم بالله. انا مكرم من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس حسني مبارك ب3، ولكن تكريم المولى اعز واغلى عندي. طبعا هو الاكرم طبعا. الله اكبر. طبعا. منحني المولى 5 أوسمة وناشين، وهي ما شاء الله. بتر الساق اليمين، بتر الساق الشمال، بتر الساعد الايمن، فقد العين اليمنى، وجرح كبير غائر بالظهر. انا لقيت نفسي مرمي على الارض، ما حسيتش بحاجه، يعني لو ناموسه قرصتني كنت حسيت. مرمي على الارض. غاره الطيران دي قعدت حوالي 5 دقايق ومشوا، ولا 4 طيارات مشوا. لا استنى يا عم عبد الجواد. اتفضل. علاء باشا، احنا عندنا ناس كتير زي عم عبد الجواد كده في الجيش. عم عبد الجواد مثل ان انا اقول لحضرتك، يعني لما تعوز تشوف مصر هو انا ده مصر. متاكد ان عندنا، بس انت اللي عارف وانت اللي لا شفنا كتير واحتكينا بناس كتير، وهم دول اللي علمونا الوطنيه وحب الوطن، وعندنا استعداد ان احنا الجندي هو اللي علم الضابط الوطنيه وحب الوطن. الجندي يعلم الضابط طالما هو عنده وطنيه اقوى، مش مشكله مين يعلم مين. انا اتعلمت من عم عبد الجواد ان هو عنده وطنيه، انا يعني بغير من اولاده وبتمنى ان ده يبقى ابويا. وهو انا بعتبره اكبر اولادي يا سياده العقيد علاء. بعتبره اكبر اولادي لانه قال لي انت ابويا، فانا بعتبره ابني. يعني على فكره يا جماعه، انا اسف جدا، انا اصريت ان انا استضيف سياده العقيد علاء من كتر حبه لعم عبد الجواد. يعني بجد يعني انت يعني يمكن ناس تحس ان الدور الاكبر طبعا المفروض انا وسياده العقيد ما نبقاش موجودين في الحلقه، وعم عبد الجواد بس هو ما شاء الله يحكي ويقول وكلنا هنتبسط جدا. بس يعني انا الصراحه اصريت علشان اختصر لحضرتك يا عم عبد الجواد. عم عبد الجواد روح طاهره تسكن جسد بشري. بسم الله ما شاء الله. انما هو ممكن تقول عليه ملاك. حضرته في الفتره القتاليه ولا عرفته بعد؟ لا عرفته بعد الفتره القتاليه. هو جه واما كنت انا اتشرفت ان انا توليت قياده المكان اللي هو النصب التذكاري اللي هو عامل زي البندقيه وسونكي وكده في الاسماعيليه بالظبط. وهو عم عبد الجواد جه شرفني هو والبطل. ده اي حد بيروح نادي الضنفاف في الاسماعيليه يشوفه على الضفه الثانيه من القناه. بس المكان ده يعني المكان ده ليه وقع خاص. طبعا انا اتعرفت فيه على عم عبد الجواد والبطل احمد الهوان اللي هو جمعة الشوان. وده طب ده بقى ده عندنا ليه صور، ممكن دي صوره لجمعة الشوان وعم عبد الجواد الاثنين مع بعض صديق عمري، ووراهم النصب التذكاري. هرمين الله يرحمه. هرمين من اهرامات مصر. طبعا هرمين من اهرامات مصر. وعايز اقول لحضرتك ان بمناسبه برضو حكايه المسلم والمسيحي، ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمني. كان في مشكله كده في مقابر الشهداء في الاسماعيليه في عام 2009. تمام. ورحنا المقابر دي عرفنا ان الشهداء اللي موجودين دول مسيحيين من الصليب اللي على ايديهم. اكيد زيهم زي المسلم، مفيش حاجه. الشهيد ليه 5 كرامات. هقول لحضرتك على حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فالشهداء دول وجدناهم اجسادهم وملابسهم واحذيتهم زي ما هي من 73 ل 2009. اجسادهم واحذيتهم وملابسهم لا تأثير. الشهيد بيدفن بلباسه العسكري طبعا. لا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال رسول الله للشهيد 5 كرامات لم يكرم بهم احد. قيل ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. قيل وما هم؟ قال الأولى أنني عندما أموت يقبض روحي ملك الموت، أما الشهيد فيقبض روحه الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. الثانية أنني عندما أموت يطلق علي ميت، لقب ميت، أما الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون. ونعم بالله طبعا. الثالثة أنني عندما أموت أغسل، أما الشهيد فلا يغسل. الثالثة ان انا عندما اموت. الرابعة ان انا عندما اموت اكفن، اما الشهيد فلا اكفن. الخامسة انني اشفع في امتي يوم القيامة، اما الشهيد فيشفع كل يوم في 70 من اهله. ما شاء الله. وفي رواية اخرى في من يشفع فيه. ما شاء الله ما شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كرم الشهيد عن نفسه. فدماءهم طاهرة. ايه اللي بيخلي سينا تطلع فيها حاجات رغم ان هي ممكن تبقى صحراء؟ شفت فعلا اجساد المسلمين والمسيحيين موجوده لم تبلى وسليمه ولا ملابسهم بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
فربنا سبحانه وتعالى حارس مصر بالارواح الطاهره بالشهداء اكيد ومصر كما والناس والله اللي زي عم عبد الجواد ده، يعني دي قصص بطوله. يعني مصر فعلا بجد انا فخور ان انا بعمل حلقه زي دي، وكل لما اكلم حد عنه، يعني انا طول الاسبوع اللي فات ماليش كلام غير عن عم عبد الجواد. ولما اتكلمت مع الاستاذ حسين زين رئيس القناه، يعني مش عايز اقول لك درجه الترحيب كانت عامله ازاي، وقال لي نماذج كتيره، هات نماذج كتيره زي كده. يعني احنا عايزين الناس يعرفوا قد ايه مصر في اولادها ابطال عظام وكبار يعني. فبجد احنا فخورين والله بوجودك معانا النهارده. اتعلمت من عبد الجواد حاجه، انا ده بقى عهد في حياتي بمشي بيه ما شاء الله، ان هو لم افشل ولن افشل طالما ان الله معي، وانني ارى بصيص النور ولو كان بعيد. ان شاء الله. فده ربنا ينور لكم طريقكم يا رب دايما. عهد من جواد ده يعني. فان شاء الله. وزي ما قال المرحوم، اسمحوا لي انا اقول عليه شهيد برضو طبعا، احمد الهوان، قال مصر يمكن لها ان تمرض قليلا لكن لن تموت ابدا باذن الله. ان شاء الله. طبعا مصر ربنا مكرمها بالذكر في القران 5 مرات بسم الله ما شاء الله، والاشاره ليها 30 مره، فدي حاجه بسم الله ما شاء الله. شهر رمضان الذي انزل فيه القران ذكر مره واحده، ومصر 5 مرات. بالظبط. نرجع تاني. اتفضل يا بيه. لا مع عبد الجواد بقى واصبت، رجعت ازاي من سينا يعني للعلاج يعني؟ انا اول طبعا ما نصبت اترميت على الارض وشفت انا كنت منتظر الكلام ده يحصل، منتظر الشهاده ومنتظر يحصل لي. بس انت بتر رجليك الاثنين انا شايف لحد فوق الركب، مبتورين الاثنين ودراعك مبتور بالكامل وعين رايحه، يعني نزفت نزف بشع. ربنا ابقاني لحكمه يعلمها الله، انا بلغ ويعلمها طبعا ونعم بالله. طبعا طبعا لكل اجل كتاب، ده ما فيش هزار يعني. حضرتك انا بعد لما اترميت على الارض وبصيت يعني انا بنتظر اللحظات دي، كنت بنتظرها، الشهاده بنتظرها ولم افاجئ ولم يحصل لي اي خضه ولا حاجه من ساعه ما نصبت، لاني منتظر دي، وحصل ده على مرادي انا. تمام، على مرادي انا. فبصيت لقيت قدام مني رجلين مرميين ودراع، فجيت اقوم اشوف مين من زمايلي اللي جسمه اشلاقه جت عندي هنا. جاي ابص على زمايلي مين اللي اشلاقه جت هنا. فجيت اقوم ما قدرتش اقوم من مكاني، لقيت جسمي خلان، فبصت لقيت القدمين الساقين مبتورين والدراع. فبمنتهى الثبات بصيت كده، هو انا عديتهم 1 2 3 1 2 3 قصاد مني، قلت يبقى انا. الصعقه شعلها يا استاذ عادل بيحسن بالثواني وليس بدقائق. طبعا الصعقه طبعا تعرف سيادتك يعني بالثانيه، تعاملت مع جسمك على طول طبعا بالثانيه. لا ما لسه ما اتعاملتش معاه. فطبعا يعني انتظرت دقيقه واحده، زمايلي الطيران مشي، انتظرت زمايلي دقيقه واحده يجوني، والدقيقه دي في عرف الصعقه طويله جدا. طبعا قلت هم هيجوني دلوقتي هيلحقوني يسعفوني، او احنا متفقين في ميثاق بيننا وبين بعض، اللي يموت بنجيبه واللي بيتقطع بنجيبه، ما نسيبوش في مكان العمليات. بالظبط. فطبعا استنيتوا عشان يجشلوني بقى، هموت انا خلاص، ياخدوني يدفنوني في قبر الشهداء ويشيلوا رجلي ودراعي. دقيقه ما جونيش، فقلت على طول بقى ايه اللي ما جوش ليه؟ قلت اما استشهدوا بالكامل بالظبط، واما انسحبوا بالكامل، وده ليس من طبيعه المقاتلين بتوع الصاعقه، مفيش حاجه انسحاب ونسيب دي منا. قلت يبقوا استشهدوا بالكامل. عدت دقيقه في الوقت ده، هو خدت قرار سريع، انا دلوقتي لسه صاحي ما متش اهو. لسه ما رحتش كمان، ما غبتش عن الوعي يعني، وما فقدتش وعي. فكده العدو هيجي بطياره هليكوبتر يشوف يسطع المكان، يشوف بتوع الصاعقه اللي كانوا هنا، يمسك حد يأسر حد، فكده هياخدني اسير، كده هتاخد اسير. تمام. وانا ما كنتش اخشى حاجه بعد الله غير الا الاسر والعياذ بالله. طبعا فخدت قرار سريع ان كده هتاخد اسير، هياخدوا مني معلومات ما كانش يحلموا بيها عن الصاعقه والقوات المسلحه والامن القومي. فطبعا في الدقيقه ده كله في دقيقه قلت هتاخد اسير، واللي عندك ياخدوه، وزمايلك تضيع وانت تبقى السبب. رحت واخد قرار باطلاق الرصاص على نفسي بالسلاح في ايدي الشمال. انطقت الشهادتين كمسلم، وقلت يا رب انا ما انتحرش، وانت عارف انما العمل بالنيات، انا هضرب نفسي عشان انت عارف بضرب ليه، انت عارف انت على ليه بنفسك. ونعم بالله. وشهدت على نفسي، واتحط السلاح في صدري، والسقاطه في وضع الالي، والخزنه فيها 30 طلقه، ورحت ضاغط على التتك للخلف عشان تطلع دفعه فيا واستشهد في سبيل الله بالنيه بنيتي انا. تمام. لقيت ايدي بتتندى عليا وتخطف السلاح من ايدي،
بصيت لقيته قائد العمليه او قائد الدوريه الملازم مولى عزك ابراهيم، ربنا يمده في عونه ويطلعه بالصحه والعافيه، هو لواء متقاعد الان. ما شاء الله. فبصيت له كده قلت له انا تعبان يا حظابط عيد، انا تعبان. طبعا ما فيش كلام، هو لقط السلاح وامن السلاح عشان ما يتعورش ورماه في كتفه، وبدا الرباط الميداني بتاعي، رباط ميداني كده طبي، راح فاكك بتاعي واخده مني وبدا يربط على الساق اليمين ما كفاش، خد بتاعه هو ربط على الساق الشمال ما كفاش، راح الغى العيار الداخلي الفانيلا الداخليه بتاعته، قلعها وقطعها شرطها وبدا يربط على الجروح عشان الدم ما ينزفش. في الوقت هو بيربط وصلوا اتنين من زمايل عنده. رجعوا على طول. اتنين يجروا. فانا طبعا في كامل القوى العقليه ومنتهى الثبات. هو صاحي وفايق. قلت يا عبد الفتاح يا عمران هتلم اطرافي. هات سلاحي اهو، مرمي على الارض، هات سلاحي. خد السلاح. وانت يا احمد ياسين، عبد الفتاح عمران ده من العصافره اسكندريه، ده شال السلاح، واحمد ياسين من راس غارب محافظه البحر الاحمر. تمام. كان زميلنا مدرس. قلت يا احمد هات رجليا ودراعي ما تسيبهمش. طبعا شالهم على صدره وحضنهم. وزميلي بقى صابر محمد عوض من زفته غربيه حملني على كتفه بامر الضابط عيد، كله في ثواني. واتجهنا على القناه، كان فيها 10 كيلو، يمكن خدناهم في حوالي بتاع 25 دقيقه ال 10 كيلو على القناه. القارب موجود، الاسمر المطاط. الضابط عيد قال نزلوا الدفعه الاولى عبد الجواد معاها عشان هو المصاب طبعا، وراح ودونا الضفه الغربيه، وراح خد الباقي الثانيه وطلعونا على الضفه الغربيه عند حته اسمها التينه ما بين الانطره وبورسعيد على شريط السكه الحديد، اسمها التينه وتبعد عن بورسعيد 25 كيلو. حطوني على النقاله، وجد الدكتور نظف الجروح بطريقته وعلق محلول الملح، وقال للقائد بتاعي سياده النقيب سمير يوسف محافظ اسوان من سنتين رحمه الله عليه في حادثه اللي هو مسك منه اللي هو مصطفى السيد. ايوه قال ده كان قائد كتيبتي، كان نقيب. الدكتور بيقول له ده قدام منه ساعات. قال له يعني اعمل ايه يا دكتور؟ الدكتور ده عسكري على فكره، ضابط عسكري. تمام. قال له يعني مين اعمل ايه يا دكتور؟ قال له قدامه ساعات. قال له اعمل ايه طيب؟ قال له تؤمر سيادتك تجي لنا مدرعه بورسعيد تاخده توديه المستشفى، خلاص حالته ميؤوس منها. فقال له اجيب مدرعه من بورسعيد، يجي باشا من بورسعيد في اتجاه التينه 25 كيلو ماشي ابو محاذاه القناه، طريق اجباري. يا خبر ابيض. طريق اجباري طريق القناه بينه وبين خط بارليف 250 متر. لا 250 طبعا كيلو. ده منتهى الخطوره. قال له اكثر مدرعه والعسكري السواق كفايه واحد. الضابط عيد عزاك ابراهيم الله يمده في عونه ويطول العافيه وليه دلوقتي ما شاء الله. قال له يا سياده النقيب سيبنا عندي راي. قال له قول يا عيد. قال لي ياخدوه على النقاله يمشوا على بورسعيد وهو قدره. شالوني من عند التينه 8 صباحا 25 كيلو الى بورسعيد ماشي على الرجلين على الاقدام. انضربنا من خط بارليف والطيران من السماء، ضربونا، متنا اكتر من 100 مره، ولكن عين الله حفظه سبحانه وتعالى عشان ربنا ابقاني عشان ابلغ هذه الرساله ونعم بالله، ابلغها للشباب واقول لهم تعبنا قد ايه، حافظوا على الوطن. ونعم بالله. احنا هنخرج لفاصل ونسيبك لحد ما توصل بورسعيد، ونتقابل بعد الفاصل في بورسعيد عشان نعرف بقيه القصه. نخرج لفاصل ونرجع تاني مع الشهيد الحي عم عبد الجواد سويلم ومع العقيد علاء علام. ميوزك بوكس على نايل لايف. This is my life. ميوزك بوكس على نايل لايف. This is my life. على نايل لايف في الأوقات التالية. This is my life. رجعنا بعد الفاصل ومعانا الشهيد الحي البطل عبد الجواد سويلم
ومعانا العقيد علاء علامه. اهلا بيك يا فندم وسعادتك. احنا قاعدين لك في بورسعيد بقالنا يجي ساعه ونص ساعتين، انت اتاخرت ليه على ما وصلت من الموقع اللي نزلت فيه على بعد 25 كيلو لحد ما وصلت لنا على نقاله، واتضربت ضرب جامد قوي في السكه. والله يمكن متنا يجي اكثر من 100 مره، ضربنا بكافه الاسلحه من الطيران والمدفعيه من خط بارليف، ولكن عنايه الله سبحانه وتعالى حفظتنا ونعم. لن انسى الفضل بعد سبحانه وتعالى الابطال اللي قاموا بهذه المعجزه لنقلي من سيناء الى تينا غرب القنال الى بورسعيد. لن انسى هؤلاء العظماء اللي لهم فضل بعد ربنا يكون حي الاسره حتى هذه اللحظه. اخويا الحبيب والبطل العظيم مفتاح عمر من اسكندريه، الان الحاج صابر عوض من زفته غربيه، الحاج احمد ياسين من راس غارب محافظه البحر الاحمر، وابن بورسعيد الحبيب والحبيب ونور عينيا عصمت محمد علي اللي كان شايل محلول الملح لمده 25 كيلو عشان شايل محلول الملح مرفوع بايده كده 25 كيلو. يا خبر ده انت ماشي في سرير مستشفى، مش في سرير، مش نقاله يعني، ده عاملينها لك اكنها سرير مستشفى. حضرتك بيت الى مستشفى بورسعيد العسكري الى دمياط، ومن دمياط الى القاهره. طب واحنا في بورسعيد بقى، ايه رايك في اللي بيحصل لشعب بورسعيد الايام دي؟ يعني انا حزين بسبب ماتش كوره، بسبب ماتش كوره، بسبب ماتش كوره نعمل في بعض كده عشان كوره، عشان الكوره ده لعبه. هو اي نعم ترفيهية. في سقط يعني ناس كتير ضحايا لهذا الموضوع يعني 72 فرد، يعني انا يعني ابناء شاب من احسن شباب مصر يروحوا في مذبحه زي دي يعني كده يعني بالظبط. رد الفعل ما يكونش كده. بورسعيد هفض على مصر كلها. انا متعلم البطوله والرجوله والشهامه من بورسعيد. بورسعيد اللي علمتني من غيرتي من شعب بورسعيد ورجال الصعقه اللي كانوا بيقودوا المقاومه. بورسعيد خلتني اعمل كده، هي اللي علمتني بورسعيد اعمل كده، فضلها عليا انا اعمل كده، ثم اني نصف جسدي مدفون فيها. كنت المصاب الوحيد ولا كان في عده مصابين؟ انا المصاب الوحيد من 18. من ال 18 انا الوحيد اللي فزت بالجائزه. بيحسدوني كلهم والله بيحسدوني، والله كل ما اروح لاحمد ياسين وصابر عوض وفتح عمران وعصمت ابوس ايديهم يحسدوني، يقولوا فلتت بالجائزه واحنا طلعنا محرومين منها، حرام من الجائزه العظمى. قلت لهم لا، ما انتم مقاتلين، ما هو قال احدى الحسنيين، اما النصر والشهاده. بالظبط. طب ما انتوا فزتوا بالنصر، هتحسدوني كمان على الجائزه دي ليه؟ بيحسدوني يا حبايبي والابطال كلهم، وحراسهم سياده اللواء عيد زكي ابراهيم. اكيد بيقول لي فلتت بالجائزه الكبيره دي. طبعا انك تقابل عبد الناصر ووزير الحربيه وقتها الرئيس جمال عبد دماغ رحمه الله عليه وسياده الفريق محمد الله يرحمهم، ناقشني في العمليه وهو عارفها، عارف نتائجها، وهو ناقشني فيها وقال لي يا اخي في حد يضرب الطياره بالبندقيه مداعبه اللي كانت معايا. قلت له هقاتله ولو بالنبوت، هو قاتل ولو بالنبوت، ارضنا محتله لازم نحررها. فهو ماشي بنصرف، انت عاوز حاجه؟ قلت يا فندم عاوز. في مقدم واقف هيكتب الاجنده، قال اقوله بقى الرئيس يعني اتمنى بقى انت مع رئيس الدوله. طلب عن سيادتك بس تامر توافق لي عليه. قال بدك ماسك القلم، قال لي عاوز يقتل اعود الميدان مره ثانيه. فبص في ذهول. استنى بس يا عبد الجواد، تعود للميدان مره ثانيه وانت مقطوع رجلين وايد وعين طايره وظهر معمول، هتقعد تعمل ايه؟ روحي اللي تتكلم، روحي العاليه ومعنويتي بتتكلم. انت كنت تعني فعلا انك انت عايز ترجع تاني. انا اعني ما اقول. ارجع المنع مش ما بهزرش. يعني بهزر مع عبد الناصر. ما طلبتش شقه ولا عربيه من عربيه نصر كده 2300 بتاعت زمان. انا عاوز ارجع تاني، عاوز نفسي استشهد، بلاقي راح الاقي حاجتي عشان استشهد تاني. ولا فلوس ولا عربيه ولا اي حاجه خالص يا عم عبد الجواد خالص. مصر عندي اغلى من كنوز الارض كلها. مصر روناها بالدم، مش فلوس، روناها بالدم، مش روناها بالفلوس، روناها بالدم. طب شغل حد من العيال نعمل ما اعرفش ايه يا سياده الرئيس، ما فيش الكلام ده خالص. لا انا لسه كده ما اتجوزتش، كان لسه عندي ما كنتش لسه اتجوزت 23 سنه. فطبعا حصابه الذهول، قعد كده والعين لمعت، هو صعيدي مش هيعيط بس عيني لمعت. طبعا عيني لمعت كده، وقال له يا فوزي بدل روحي موجوده هننتصر ان شاء الله. يا فوزي ده الشهيد الحي. راح مقابلني وراح ماشي. زيارته ليا كنت حاسس طرف السماء. عبد الناصر اللي اطلق عليك لقب الشهيد الحي. نعم، ولقب شخصيا جدا. الكلمه اللي نطقها من بقه كده ده الشهيد الحي يا فوزي، ده الشهيد الحي. طبعا زيارته ليا كنت طاير في السماء بحلقه فوق السحاب. اكيد. مشي من عندي بعدها بوقت صغير ودوني مركز سير المحاربين هنا عندكم في القاهره، عملت اطراف صناعيه لرجلي ودراعي، واتكتب لي خروج شهر اجازه ويعرض.
للرفض الخدمه العسكريه. خدت جواب في جيبي وعلى شهر. زمايلي تاني. معلش عم عبد جواد، شهر فقط اجازه ويعرض يعني، للرفض. وانت لسه عسكري ما لحد لسه- هذه اللحظه لسه عسكري. لسه عسكري. اخد الاجازه واجي عشان يرفدوني بالجيش. هم يقولوا له هنسيبه، يقولوا له اللي عاوز يرفد يقولوا هو اللي يقول يرفد، هو حر. انا ما بترفدش بالجيش. خدت جواب في جيبي وعلى القنطره غرب كتيبتي موجوده هناك. زمايلي اللي واخديني على النقاله رايح ميت يدفنوه بورسعيد رجع ماشي. صابهم الهستيريا من الصوات والعياط والفرح والظباط مش ممكن. رجع يدفن بورسعيد، رايح يدفن بورسعيد، رجع ماشي ثاني. ما شاء الله. ففكروني جاي اسلم عليه وهو ماشي. وسالت النقيب سمير شهر اجازه ويعرض. قالوا ايه اللي جابك؟ ما هو بعت لنا اشاره ان انت خرجت من المستشفى. انت خرجت على الوحده على طول دغري من غير ما تتمرن ولا تعمل تاهيل عملت طبي عملت ولا صناعيه ومشيت عليها. لا معلش يعني، ما هو الاطراف الصناعيه دي انت على ما جسمك يتعود عليها وتعرف تتعامل معاها بالتالي خدت وقت. كان كلهم 25 يوم تاهيل نفسي طلعت مركز. عم عبد الجواد معلش ما تجننيش الله لا يسيئك. لا مش هجننك. طيب يعني انت عملت التاهيل النفسي والتاهيل الطبي والتاهيل المعنوي وكل حاجه في 25 يوم. معنوي معانا عمال بقول معنوي وطبي عمال بقول ايه. انا عملت رف صناعيه في الورشه وطلعت لقيت العساكر بيلعبوا كوره، لعبت معاهم كوره وطلعت برج اعلى من المرج بتاع التلفزيون ده كده، حاطط اضواء على السلم ونزلت تاني. قلت وعدي مع الرئيس ايه يا استاذ عادل، هو في ايه اللي جرى؟ ما الواحد ممكن يبقى عايش برجليه وديه ويبقى ميت، يبقى ليه رجليه وديه ويبقى ميت. انا كنت متقطع وعايش. هو انا ممكن اجي ابوس ايد حضرتك؟ لا انا ما تبوسهاش، انا اللي هبوس ايدك. لا يا حبيبي والله العظيم احنا كلنا نبوس ايديك ورجليك وكل حاجه والله العظيم. في الاخر هخليك تبوس ايدي بالمقطوعه دي. الله يبارك لك طبعا، وغالي علينا كلنا. خدت الجواب وطلعت على الجبل. فرحه غامره، اللي عياط واللي عيط واللي سورة جالنا ماشي تاني. فالقائد بيقول لي يعني انت ايه اللي جابك وانت تعبان؟ قلت له يا سياده النقيب سمير الله يرحمه كان نقيب. قلت له انا جاي مش همشي من هنا الا في حاله من اتنين، اما سيدي متحرر من شهيد. انا بقول له كده. وكان صعيدي هو. طبعا. لكن في نفسي انا من الداخل راجع بلاقي جدتي طمعان في الشهاده. راجع احساسي بالتقصير في حق الوطن. انا حاسس بالتقصير في حق الوطن. ايه ده؟ انت مقارنه بالشهداء. ده انت ضحيت بمعظم ما تملك اصلا. انا مقصر بحق المقارنه بالشهداء. رجعت تاني. ما هو ربنا مش رايد لك. انا مش هستنى. انا مش هستنى لما يحصلنا في مصر اللي بيحصل في العراق ويحصل في فلسطين. مع انك ما كنتش شايف ده. لما جندي من الغزاة اللي استحتلوا العراق يمسك بنت عندها 14 سنه اسمها عبير الجنابي ويغتصبها يقتلها ويقتل اهلها. لا يا استاذ عادل انا هموت 70 مره مفيش واحد يلبس بنت من بلدي في مصر. هموت 70 مره. يعني الانسان يعيش حر، يا التراب يدفن في التراب وغرفه الداهيه. يعيش حر، والحر ده هو الحريه ثمنها دم، ثمنها ارواح، ثمنها رجاله، ثمنها 120,000 شهيد، ثمنها اكثر من 50,000 واحد مصاب زي حالاتي. عشان نقف مصر على رجليها. نقف البلد على رجليها. ولكن ما حد بيكسب ويولع، انت بتضيع مجهود وعرقنا ودم ارواح ابائك واجدادك ودمنا اللي احنا عملناه. اعترض زي ما انت عاوز بس ما تهدش حاجه. ده ارواح ابائك واجدادك ودي ارواحنا ودمنا وعرق وجهد الابطال. ليه تعمل كده؟ اعترض زي ما انت عاوز. رجعت الوحده بتاعتك. حاولوا يمشوني ما طبعا لا ان ده ربع يقول لي لا انت هترجع يا عبد الجواد. قلت له سياده النقيب سمير ان كنت انت صعيدي انا شرقاوي. انا جذوري شرقاويه. مش همشي من هنا الا سيدي الحراره او انا شهيد. قال اقعد، خدني بالحضن وقعدت عشان اقعد مستني حرب اكتوبر 71 و72 و73. دخلت حرب اكتوبر بهذا الوضع. دخلت حرب اكتوبر بهذا الوضع ونهدت هذه اللحظه بحس اني مقصر في حق الوطن وامنيتي لم تتحقق. وهي طب انا عرفت انك انت كنت من اللي شاركوا في الانتقام للفريق عبد المنعم رياض الله يرحمه. سياده الفريق عبد المنعم رياض رحمه الله عليه يعني كان يوم عصيب وكان يوم شديد علينا جدا. فهذا اليوم يوم 9 مارس 69 فقدت مصر القائد والمعلم والقدوه الجندي الباسل البطل الشهيد سياده الفريق اول محمد عبد المنعم رياض عبد الله. ده اسمه رباعي. ما شاء الله. رئيس هيئه اركان الحرب القوات المسلحه الذي ضرب المثل قدوه في فن اداره الحرب والمعارك. تمام. اخلص العمل لله ونعم بالله. ثم الوطن ونعم بالله. فكرمه الله سبحانه وتعالى باعز واعلى تكريم اللي انا بحسده عليه وهي الشهاده في سبيل الله. ونعم بالله. انا بحسده. ونعم. كان نفسي اكون زيه. ونعم بالله. فكان الانتقام بالنسبه له بعد 48 ساعه
ان العدو هيجي يكرم الموقع اللي ضرب عبد المنعم رياض. تمام. جايين 3 لواءات اسرائيليين جنرالات يكرموا الموقع اللي كان ضرب عبد المنعم رياض. تمام. فهنا بقى دور العظماء، الجندي المهول، المخابرات العامه والحربيه. تمام. جابت كبد المعلومه ان يبقى في كبد المعلومه في قوات جايه الساعه كذا 3 لواءات فلان وفلان وفلان يكونوا الموقع ده. تمام. كانت مصر بقول مصر اهي، تمام، القوات المسلحه مجهزه القناص رقم 1 النقيب احتياط محمد صالح ابو ربيع. تمام. طبعا انا كنت ليا الشرف العظيم ان ضمن القوه اللي امنته عمل القناص ده انه يضرب فصيل الصعقه، يعني حوالي 34 فرد ما شاء الله، بنأمنه بنحرسه. اصل انت صعب انك تعملها زيه تاني. تمام. الطلقه يعني في دماغه. فطبعا حمل الحفره بتاعته في الميول الغربيه بتاعه القناه، الميول الغربيه عند حته اسمها الدنفا، نادي الدنفا بيطلع كل الناس عارفه اللي هو مكان النصب، ونزل ببندقيته ونزل بمعداته، واحنا حرسناه، عملنا حفرنا حرسناه عشان ما حدش ينشن عليه. يوم 11 مارس الساعه 10:30 صباحا. تمام. 11 مارس 69 جايين 3 مدرعات في قطار ميداني، بين المدرعه والمراعه حوالي من 300 متر، كل مدرعه اسرائيليه فيها لواء، يجي عند الموقع يفتح الباب وينزل يروح مقابله طلقه في دماغه. طيب انا عايز اقول لك ضرب الثلاث لواءات وانتقم. عايز اقول لك ان احنا محتاجين 3 ساعات تاني علشان نقعد نتكلم معاك ووقتنا خلص. انا هختم بكلمه واحده بس. اتفضل يا فندم. اتخذ من البطل الشهيد عبد المنعم رياض عيد عيد للتضحيه والفداء من المجد. تمام. واتخذ عيد للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، يكون عيد مش احنا مش بنزعل، عيد للتضحيه والفداء المجد الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، اللي انا بتشرف ان خدام في الجيش تحت قيادته يوم كان رئيس اركان الحرب القوات المسلحه. احنا بنتشرف ان انت كنت معانا النهارده. الله يخليك. الشهيد الحي البطل عبد الجواد سويلم، وبنشكر سياده العقيد علاء علامه، وان شاء الله هيكون لنا حلقات تانية كتير جدا إن شاء الله نكون موجودين فيها مع بعض، لان انت قصص بطوله ما بتخلصش. وبنشكر كل الساده المشاهدين، وان شاء الله نتقابل تاني في حلقه جديده من البطولات المصريه. مشاهدينا أهلا بيكم وحلقة جديدة وممنوع الاقتراب. ممنوع الاقتراب.